واخيرا لقاء. حبيبي اهلا وسهلا فيك. اليوم وردة اشبيليا تاج العروس، هذا العمل اللي بنقول انه كسر الدنيا ان شاء الله، كسر الدنيا ان شاء الله. العالم اللي طلعت، وجوه الناس، الفرحه اللي كانت بوجودهم، الفنانين، السفراء، كله كان عم يعطي تعليقات ايجابيه. اليوم احمد وهيك كيف شفت الاجواء؟ والله الحمد لله شفت ابتسامة على وجوه العالم كتير. أكيد هي الابتسامة هي بتنسينا تعبنا، بتنسينا كل هذه الضغوطات اللي صارت لحتى وصلنا لهي النتيجة. العودة على المسرح اليوم نوار شو بتشكل لك؟ بعد 15 سنة أنت ترجع تعرق مثل ما قلتها المرة الماضية، ترجع. أنا أول مرة بعرق على خشبة مسرح سوري بعد ما تحرر. ما تحررت بس البلد، تحرر المسرح، تحرر الفن، تحرر الإنسان. لنطالع هيك عمل. الحمد لله أول مرة بعرق بعد 15 سنة، تعني لي الكثير. أنا اليوم بالنسبة لي هي إعادة إعمار بالنسبة لي تحرير تاني لهالدرجة. اليوم أول مرة أنا بطلع على خشبة المسرح، ما بدنا نقعد نبكي هلا. أنا بحط هذا مو علم الثورة، هذا علم البلد. اليوم حضرنا العرض وشفنا انه هو اول عرض اليوم بعد التحرير على دار الاوبرا. كيف شفتي هذا العرض روبين؟ احنا كثير بيهمنا رايك، ناقده مسرحيه كبيره. لا ماني ناقده. يعني انا بعطيك انطباع. اول شيء هو عرض ميوزيكال متكامل من حيث اللغة البصرية كتير هيك جميلة، الإضاءة الذكية، استخدام الإضاءة بطريقة كتير ذكية، مدروسة جدا، الديكور، الرقصات، الأغاني اللي عم نسمعها، الميوزك. يعني هو عرض ميوزيكال متكامل حقيقة، وفي جهد كتير كبير باذلينه كل الشباب اللي كانوا على الخشبة من فنانين وفنيين وراقصين. بختام العرض اليوم شو بتعطينا كلمة عن العرض؟ يعطيهم العافية. العرض كتير مهم وحلو، الإضاءة، الرقص، الديكور رائع، يعطيهم العافية فعلا. يعني فريق متكامل. اليوم نحن بعد التحرير هو أول عرض ميوزيكال استعراضي على خشبة دار الأوبرا. قد ايه اليوم مهم مثل هيك عرض بهاي الفترة؟ لك هذا النوع كتير خاص والناس بتحب تحضر. هو ما جديد علينا، بس يعني إنه بهاي المرحلة جديد وأول عرض مثل ما قلت. فكتير أنا بحبذ إنه نشجع هيك عروض، لأنها هي عروض فعلا بتحب الناس وعرض نخبوي يعني. فبالتوفيق يا رب، وإن شاء الله هيك مزيد من العروض المتألقة. ايه أهمية مثل هيك عرض بعد التحرير وهو كونه الأول على مسرح الأوبرا كعرض ميوزيكال؟ ما في أهم من هيك بعتقد. يعني كنت عم أقولها من قبل وبرجع بقولها وبضل بقولها، المسرح والثقافة أساس نهوض أي مجتمع، وما حنوقف شغل بالمسرح على الإطلاق أبداً، لا بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولا بدار الأوبرا ولا بأي مسرح قومي عم بيصير بقلب سوريا بالعموم. يعني بتمنى النشاطات هي تضل فعالة، بتمنى ينعطى فرصة أكتر للمسرحيين بالذات، ويصير في لهم دور فعال أكبر بالمجتمع، أكبر من قبل حتى. فأنا جداً سعيد بعودة المسرح. عرض مهم جدا، يعني هو بمثابة رسالة من سوريا للعالم، ويعني المسرح، يعني العرض اللي صار كان هو رسالة مهمة إنه سوريا عندها اللي هي الدراما والميوزيكال والرقص وكذا وهيك بشكل عام، وإن شاء الله نشوف سوريا للأحسن بإذن الله.